بقيت كندخلو فمي وكنخرجو وهو عاجبو الحال. وشويه هزني ولحني فوق الفراش، وعاد ملي سالينا عنقني وبسني وقال لي شكرا بزاف. السلام عليكم متتبعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. وقصتنا لهذا النهار القصة ديال إكرام. كملوا معايا القصة حتى الآخر باش تعرفوا شنو اللي وقع لإكرام، ونبداو القصة ديالنا على بركة الله. اسمي إكرام وفي عمري 25 سنة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي مع خو راجلي، وكيفاش حتى وليت كنبغيه وحتى هو كيبغيني. المهم نبدا لكم قصتي. انا تزوجت مع راجلي زواج تقليدي وصافي. كان شافني في واحد العرس ديال العائله وعجبته وبغاني للزواج، وفعلا تزوجت به. راجلي كان عسكري، كيجي مره في 6 شهور، كيجلس معايا السيمانه وكيرجع لخدمته. المهم من مورا زواجنا خلاني جالسه مع عائلته ورجع لخدمته. كنت عايشه مع عكوزتي ولساني، وكنت كنقين نشقى عليهم بحال شي خدامه من غير واحد لوسي. هو اللي كان ظريف معايا وكيتعامل معايا مزيان وكيعاونني في الطياب، حيت هو عزيز عليه الطياب بحالي. وهذا الشيء اللي زاد قربني ليه، وخصوصا ملي كنكون كنصاوب الحلوى كان كيعاونني فيها بزاف، حيت هذا هو الدومين ديالو. وواخا كيكونوا عائلته في الدار كان ديما كيتعامل معايا مزيان وكيهتم بيا وكيسول فيا وكيسولني واش خصاني شي حاجه. المهم بقينا على هاد الحال مدة عامين، واول مره غادي نعمل معاه علاقه. واحد النهار كان جالس في الصالون كيتفرج، وانا كنت كنخمل الصالون. المهم بديت كنشطب وانا بالعاني مكوزه ليه وكنحرك فيها. المهم بقيت كنشعل فيه حتى خبى ديالو بالمخده، وتما حسيت به باللي طيبته مسكين. المهم مشيت للكوزينه نوجد الغدا، وهو يتبعني وعنقني وانا عاجبني الحال، وحسيت بشي حاجه قزحه لاصقه فيا، وعرفت باللي هذاك ديالو كيضحك فيا. صراحه كان احساس مزيون بزاف، اول مره كنحس به. بقيت كندخلو فمي وكنخرجو وهو عاجبو الحال. وشويه هزني ولحني فوق الفراش، وعاد ملي سالينا عنقني وبسني وقال لي شكرا بزاف، وقال لي واش ممكن نعاودوها مره اخرى. قلت له فوقاش ما بغيتي قولها ليا. وهو يفرح بزاف حيت هو كان عزري كاع ما مزوج وكان محروم مسكين. المهم مره كان كيلقاني كنشقى ولا واقفه في الكوزينه، وهذا الشيء كان صعيب علينا حيت عائلته كيكونوا في الدار. واخا حنا ما كرهناش نعملو داك الشيء كل نهار، ولكن كان صعيب علينا حيت عائلته ديما في الدار. المهم واحد النهار عائلته مشاو للحمام، وانا درت راسي مريضه وما قادراش نمشي معاهم للحمام، وبقيت في الدار غير بوحدي. خو راجلي كان في الزنقه، وفاش مشاو عائلته عيطت عليه وقلت له الدار راها خاويه، وهو يجي لعندي كيجري ودخل وبقى كيعيط عليا. قلت له بلي انا كاينه في الدوش، ودوشنا. هو خرج للزنقه وانا مشيت لبيتي، وبقينا على هاد الحال. فوقاش ما كتكون الدار خاويه كنعس معاه وكيبرعني. وراجلي ما بقيتش حمله، ماشي غير على قبل العلاقه، حتى من التعامل ديالو معايا كان خايب بزاف. اما خوه كيهتم بيا وكيعطيني قيمه، العكس ديال راجلي. والصراحه ما كرهتش نطلق من راجلي ونتزوج بخوه. وهذه هي قصتي، شاركتها معكم للعبره، وشكرا لكم بزاف حيت سمعتوا القصه ديالي.